السلام عليكم ومرحبا بكم. رجعت لكم وصفه جديده اللي هي مسكوتشو بطريقه شويه مختلفه. درنا فيها الحسل، تجيب بنينه بالحسل بنتها مختلفه شويه. نروحوا للمقادير: زوج حبات بيض، وانتيا درتي مسكوتشو. عندنا زوج حبات بيض درجه حراره المطبخ، نص كاس تاع السكر، الكاس هذا تاع ام وليد، نص كاس تاع سكر، ورشه تاع الملح ما تنساوهاش. ونخلطوا غير بالفوي، خلطوا غير بيدينا، ما تحتاجوا لا باتر لا بيترا لا والو، خلطوا غير بيديكم حتى ذوبوا شويه هذاك السكر. من بعد نزيدوا عليه نسيت هنايا في الاول ديروا مع السكر لافاني، غرفه صغيره تاع لافاني، وخلطوها ثاني كيف كيف. من بعد هنايا نروحوا نزيدوا الزيت، عندنا نص كاس كيف كيف تاع الزيت. هنايا عندنا نص كاس غير حليب، غادي نديروا كاس. تحطوا نص كاس تاع الزيت هو الاول، وتخلطوا تدخلوا هذاك الزيت نورمال كيما ديروا مسكوتشو عاديه. من بعد في هذاك الكاس اللي درت فيه الزيت غادي ندير فيه نص كاس عسل. انا ندير عسل من بعد الزيت باش العسل كاع الكميه اللي عندي تهود، ما خاطش غادي العسل هذا الزيت اللي في الكاس غادي ما يخليش العسل يلصق لكم. شوفوا هذا كيفاش طريقه سهله، ما وبغيتوا ديروا العسل هو الاول ديروا، بصح انا نفضل ندير دائما العسل مور الزيت. كما تشوفوا يبقى لكم الكاس طيب. نخلطوا هذاك العسل، يكون عسل نورمال، ما تدفوه ما والو، خلوه كيما هو ثقيل. خلطوه مليح مليح مليح، دخلوا مع هذه المكونات، ومن بعد نزيدوا نكملوا. هنايا نزيدوا نص كاس حليب، كاس حليب عفوا، كاس حليب. المقادير الاخرين كاع نص نص نص، غير الحليب اللي ديروا كاس. غادي تخلطوه مليح مع هذا الخليط حتى يبان لكم خفيف كما راكم تشوفوا. من بعد تجيب الفرينه تاعنا، انا عبرت الفرينه بهذاك الكاس الاول اللي عبرت به نورمال، ديري زوج كيسان ونص. ديروا الكاس الاول ومن بعد ديروا الخميره الكيميائيه، عندنا زوج اكياس خميره كيميائيه. ديروا الكاس الاول تاع الفرينه وزيدوا عليه الخميره، تخلطوهم مليح، دخلوهم، وبعد تزيدوا الكاس الزاوج، ومن بعد تزيدوا نص كاس غير بشويه بشويه الفرينه دخلوها. نغربلوا كاع المكونات، لازم الفرينه تغربل والخميره كيف كيف غربلوها باش تجيكم المسكوتشو تاعكم خفيفه. كما راكم تشوفوا حاجه سهله وتغيير. اذا بغيتوا، انا درت الحسل وبنتها تجيب الحسل، بغيتوا ديروا كيف كيف المربى تاع المشمش ديروا المربى تاع المشمش، ديروا في بلاصه الحسل المشمش. غادي درناه لداخل ومن بعد نجيو ندهنوا به من الفوق باش تجي البنه باينه بزاف. كما راكم تشوفوا انا خلط الفرينه، جيبوا تخلطوا من الوسط وتروحوا للاطراف باش تجيكمش الفرينه، ما تكوركمش الفرينه داخل في الخليط تاعكم. هنا شوفوا بعد ما دخلت كاع ديك الفرينه اللي عندنا، شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. شوفوا كي ترفدوا ديروا هذاك الخط غادي يبقى لكم باين، ما غاديش بالخف يروح ويكون سايل بزاف. شوفوا كيف هنا تكونوا شعلتوا الكوشه من قبل تحمى كيما نضالي طيبوا المسكوتشو عاديه. شوفوا الخليط، جيبوا داك البلا تاعكم، هذا البلا اللي مدارين نديروا فيه القياسات غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. نفرغوها ندهنوها بالمارغرين ونديروا لها شويه فرينه، حطوا هذاك الخليط كاع كيما دار ونسووها مليح السطح تاعها، ونخبطوها جوج خبطات ولا باش نخرجوا هذاك الهواء اللي فيها، ندخلوها طيب، نشعلوا عليها من التحت، كي نشوفوها طابت نشعلوا عليها من الفوق تتحمر. من بعد ما تحمر نخرجوها. كما راكم تشوفوا وهي حاميه نديروا لها الحسل اللي يكون بارد وهي تكون حاميه. كي غادي نديروا غادي الحسل يذوب في فوقها ويمشي، ما نقولوا يولي خفيف. هي حاميه نديروا لها الحسل ونبداو نمشوا فيه بالبانسو كما راكم تشوفوا، هي منها تشرب البنه تاع الحسل ومنها كي نجيو نديروا له التزيين تاعه يلصق.
هنايا كما قلت لكم تبغوا تبدلوا الحسل بالكونفيتير بدلوه بالكونفيتير، ولا بغيتو من الفوق ما ديروش كونفيتير ولا حسل ديروا شيكولا ولا حاجه، بصح هي لداخل درناها حسل، من برا ثاني نديروا حسل. تزيين انا درت نواه كوكو، جوز الهند، نتوما بغيتو ديروا لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي ولا كما بغيتو. تزيين يبقى لكم دائما اختياري. كما راكم تشوفوا انا درت لها نواه كوكو وخليتها تبرد. بعد ما بردت اني قسمتها، غادي نوريكم كيف تجي دايره من الداخل. هنايا بعد ما قسمتها كما راكم تشوفوا راهي خفيفه، كما راكم تشوفوا بالخف تتقسم خفيفه وفيها بنه شابه، وتحسبوها مشربه مع داك الحسل اللي درناه، تحسبوها هي مشربه، تجي بنتها الشابه بزاف 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 وتجي خفيفه. نتمنى تجربوا الوصفه هذه وترسلوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام ولا الفيسبوك، غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. وما تنساوليش الجام ماذا بكم ما تنساوش باش يطلع الفيديو ويشوفوه الناس اكثريه تاع الناس ويجربوا الوصفه. هذه وصفه سهله كما راكم تشوفوا، النتيجه بزاف شابه كما راكم تشوفوا. غادي نحل لكم بعد حبه تشوفوها كيف دايره، شي خفيفه وطريه وهشيشه وتجي فيها بنت الحسل باينه، وتحسبوها كما قلت لكم مشربه، ما تجيش ناشفه ولا يابسه. ولا ديروا حاجه خفيفه وبالخف توجد لكم قهوه العصر ولا قهوه الصباح توجدوها وصحتكم. ونتمنى ما تنساوش الجيم ولا الاشتراك اللي مشي مشترك، ونقول لكم مع سلامه في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.